وقفي اللي بتعمليه حالا. بصي في المراية اللي قدامك، شايفة الست دي؟ تعرفيها؟ الهالات اللي تحت عينها والهم اللي شايلاه فوق كتافها. الست دي بتستغيث بيكي وانتي مدية ودنك للعيال والمواعين. لو ضاع منك غطا حلة بتقلبي الدنيا. طب لما تضيعي انتي مين هيدور عليكي؟ عارفة انك دلوقتي بتسمعيني وانتي يا ايدك في المواعين يا عينك على الغسيل، او بتفكري في غدا بكرة. بس قوليلي، هي مين اللي بتعمل كل ده؟ انتي ولا النسخة الآلية اللي البيت صنعها منك؟ الصدمة انك لو غبتي عن البيت اسبوع الدنيا هتتكركب، بس لو غبتي عن نفسك سنة محدش هيحس بيكي غير لما تنهاري. اعتبري الفيديو ده انذار ليكي. لو مش مستعدة للحقيقة اللي ورا كركبة المطبخ والكركبة اللي في دماغك، اطلعي من الفيديو، لان اللي هقوله النهاردة هيخليكي ما تبصيش للمراية تاني بنفس النظرة. عارفة ايه اكتر كدبة عشناها؟ اننا مستنيين يوم السبت علشان نبدأ، مستنيين العيال يكبروا علشان نرتاح، مستنيين كلمة شكرا علشان نحس بقيمتنا. الحقيقة إن مفيش حد هيجي يشدك من إيدك لو فضلتي قاعدة مستنية المعجزة. هتصحي بعد 10 سنين ربنا يديكي طولة العمر، تلاقي نفسك لسه واقفة في نفس المطبخ بنفس الهموم، بس بملامح أبهت كتير. انتي مش تايهة، انتي بس مركونة. والنهاردة لازم تفوقي. في ستات كتير عارفة هي عاوزة ايه، بس خايفة تتحرك. أو خايفة من الفشل؟ لأ، هي خايفة من كلام الناس لما تنجح. انتي مش واقفة مكانك علشان مش قادرة، انتي واقفة علشان متعودة تسكتي، متعودة تعدي، متعودة تكسري نفسك علشان تراضي غيرك. كل مرة بتقولي معلش على حساب نفسك، كل مرة بتسكتي عن حقك، كل مرة بتكملي في علاقة توجعك. دي مش طيبة، انتي بتخوني نفسك بالراحة. سامحيني، لازم اقولها لك بكل صراحة. اكبر خذلان في حياتك مش اللي عملوا فيكي الناس، اكبر خذلان هو اللي بتعمليه في نفسك كل يوم. عمرك سألتي نفسك سؤال بسيط قوي؟ انا لو فضلت كده هفضل مستنية ايه؟ معجزة؟ حد يجي ينقذني ولا حد يقرر لي اعيش ازاي؟ مفيش حد جاي، ومفيش وقت بيتعوض، مفاجأة مش كده؟ انت يا تاخدي الخطوة يا هتفضلي تحكي نفس القصة كل شوية بنفس الوجع. مش لازم تبقي قوية طول الوقت، بس لازم تبقي صادقة مع نفسك. مش لازم تعلني بداية جديدة، بس لازم تاخدي قرار حقيقي. نضفي حياتك مش بس اوضتك، ابعدي عن اللي بيطفيكي حتى لو كانوا قريبين، اختاري نفسك حتى لو لأول مرة. مشكلتك الحقيقية مش وقتك، المشكلة انتي بتستخدميه ازاي. كل ست فينا بتقول ما عنديش وقت، بس الحقيقة عندك وقت وانتي مش شايفاه. بتقعدي على الموبايل قد ايه؟ بتفكري في مشاكل قد ايه؟ بتعيدي نفس الكلام في دماغك كل شوية ليه؟ ده وقت بس ضايع. انتي مش محتاجة وقت زيادة، انتي محتاجة تعرفي ازاي ما تهدريش وقتك. وقتك بيتسرق منك، او بالبلدي كده بنقول اليوم بيطير. بيتسرق منك في حاجات صغيرة جدا، بس بتاكل اليوم كله. مرة تفتحي الموبايل وتقولي شوية صغيرين، تلاقي نفسك سحبتي نص ساعة. تقومي تعملي حاجة تسيبيها في النص، حد يكلمك وتتشتتي، وترجعي تبدأي من الأول، وفي الآخر تقولي اليوم خلص وما عملتش حاجة. اسمعي بقى وركزيلي، بعادة بسيطة قوي بس هتفرق جدا. انتي طول اليوم بتفتحي حاجات وما بتقفليهاش. تبدأي تنظيف تسيبيه، تبدأي أكل تتشتتي، تبدأي ترتيب تروحي تعملي حاجة تانية خالص، ودماغك بتفضل مفتوحة على 10 حاجات مرة واحدة، وده بيستهلك طاقتك ووقتك. طب الحل ايه؟ اشتغلي بنظام، اقفلي قبل ما تفتحي. يعني ايه برضو؟ اي حاجة تبدأيها لازم تتقفل. بدأتي المطبخ خلصيه، بدأتي ترتيب كملي الجزء اللي فتحتي، بدأتي مهمة ما تفتحيش حاجة تانية غير لما تكمليها حتى لو حاجة صغيرة. هتحسي انك انجزتي، وبيمنع عنك احساس انك ما عملتيش حاجة، وبتوفري وقت ضايع من غير ما تحسي. اللي عاوزاكي تعرفيه، انتي مش بس ست بيت، انتي انسانة. ليه بقيتي شايفة نفسك بس في دور الام والزوجة والمسؤولة عن البيت؟ بس فين انتي بقى؟ أرجوكي لازم ترجعي لنفسك تاني. اعملي حاجة بتحبيها حتى لو 10 دقايق، قهوة لوحدك، مشي، قراءة، اتعلمي حاجة جديدة. مش لازم حاجة كبيرة، بس لازم حاجة ليكي بتحبيها. أهم حاجة نضفي دايرتك. في ناس في حياتك بتكسر طاقتك، مش بيشتموكي بس بيقللوا منك أو بيحبطوكي، بيخلوكي تشكي في نفسك. انتي سايباهم ليه؟ علشان قرايب؟ عشرة زمان؟ مش كل الناس ينفع تكمل في حياتك، والموضوع مش انهم وحشين ولا انك بقيتي جحدة. الموضوع ان في ناس مش مناسبة ليكي في حياتك. في فرق كبير بين حد بيحبك وحد متعود عليكي. في ناس وجودها في حياتك بيبقى ضغط، نقد مستمر، احساس انك مش كفاية.
تقليل من أي حاجة بتعمليها، وأول ما هتحاولي تتغيري هيحسسوكي إنك بقيتي أنانية. الفكرة مش تقطعي علاقتك بالناس ولا تعملي مشاكل، بس ضيقي المسافات. يعني إيه؟ مش لازم تحكي كل حاجة لأي حد، مش لازم تردي على مكالمة حتى لو بتزعجك، مش لازم تقعدي في مكان مش مرتاحة فيه، مش لازم تبرري كل قرار بتاخديه. لو في واحدة دايما بتحبطك قللي كلامك معاها، لو حد بيقلل منك خليه آخر حد يعرف أخبارك. تجمع معين بيضايقك اعتذري عنه عادي جدا من غير دراما ومن غير ما تشرحي. اوعي ساعتها تحسي بالذنب او تحسي انك مقصره، وده طبعا عشان انتي متعوده تحطي الناس قبلك، واللي هيزعل علشان حطيتي حدود كان مستفيد ان مفيش حدود. مش مطلوب منك ترضي كل الناس، بس مطلوب ما تكسريش نفسك. اهتمي بنفسك، جسمك مش رفاهيه، انتي اخر واحده بتهتمي بيها. بتاكلي اي حاجه، تنامي متاخر، مش بتتحركي، وبعدين تقولي انا تعبانه وحاسه اني عجزت، وانتي فاكرة ان ده صح وتضحية، بس الحقيقة ده اهمال. لما بتهتمي بكل الناس وتنسي نفسك بيحصل ايه؟ بتتعبي بسرعة، بتبقي عصبية من غير سبب، نفسك بتتقفل من كل حاجة، حتى اقرب الناس ليكي علاقتك بيهم بتتأثر، لانك ببساطة فاضية من جوه، مفيش طاقة، مفيش راحة، مفيش احساس انك متشافة. محدش هيهتم بيكي لو انتي مش مهتمية بنفسك، مش علشان الناس وحشة، بس علشان انتي اللي عودتيهم على كده. الاهتمام بنفسك مش أنانية، بالعكس دي مسؤولية. مش محتاجة فلوس كتير علشان تهتمي بنفسك، ابدأي بحاجات صغيرة وبسيطة. لبسك نضيف، شعرك متسرح، شاور هادي، كوباية قهوة، المهم انك تحسي بالاهتمام. بطلي تضغطي على نفسك زيادة، انتي مش سوبر وومن. مش لازم البيت يلمع 24 ساعة، كل حاجة بيرفكت، كل الناس تبقى راضية. هوني على نفسك، خففي، هترتاحي وهتعرفي تكملي. قولي لنفسك كلمة حلوة، يمكن محدش بيقولك كلام حلو، بس انتي تقدري كل يوم تقولي لنفسك أنا بعمل اللي عليا، أنا كويسة، أنا بحاول. الكلام ده مش رفاهية، ده دعم نفسي لنفسك. بصي يا قلبي، انت مش هتعرفي تهتمي بحد لو انت مهدودة، مش هتعرفي تحبي لو انت مش شايفة نفسك، مش هتعرفي تدي لو انت فاضية. ابدأي بنفسك، مش علشان تبقي احسن من حد، ابدأي بنفسك علشان تعرفي تعيشي سعيدة. وصدقيني لما انت هتتغيري كل حاجة حواليكي هتتغير. بس خلي بالك من نقطة مهمة جدا، انت ممكن تبدأي تهتمي بنفسك فعلا وتاخدي خطوات حلوة وتحسي انك بتتغيري، وفجأة ترجعي لنقطة الصفر. ليه بقى يا ميرا؟ علشان عملتي غلطة كبيرة، بصيتي لغيرك، قارنتي نفسك بواحدة تانية، شايفة انها احلى، انجح، حياتها اهدى، وفجأة كل اللي عملتيه بقى ولا حاجة في نظرك. تتعبي نفسك في التغيير وبعدين تيجي مقارنة واحدة تكسر كل حاجة، كأنك طول ما انتي ماشية لقدام كل شوية تبصي ورا فتتكعبلي وتقعي. خليكي دايما عارفة كل واحدة ليها ظروفها ومشوارها. كل اللي قلته النهاردة ده مش ضغط عليكي، ولا مطلوب منك تعمليه كله مرة واحدة، ولا علشان تحسي بالذنب، بس لازم تفوقي. ممكن الكلام يكون تقيل، بس أنا عايزة للملكات بتوعي الخير كله والتغيير الكامل، فلازم أكون واضحة معاكي، ومفيش حاجة هتتغير غير لما انت تقرري تغييرها. انت مش ضعيفة ولا فاشلة ولا مش قادرة، انت بس ما خدتيش القرار لسه. قرار انك تبطلي تأجلي، تبطلي تهملي نفسك وتبصي لنفسك كأولوية. مفيش حد هيعمل ده مكانك، ولا جوزك ولا أولادك ولا أي حد. الحياة مش هتبدأ لما الظروف تتحسن، الحياة هتبدأ لما انت تقرري. عاوزاكي تكتبيلي في التعليقات هتكملي زي ما انت ولا هتبدأي، حتى لو بخطوة صغيرة. ابدأي وخدي القرار لنفسك، مش علشان حد ولا علشان تثبتي حاجة لحد. محدش هيجي ياخد بإيدك، بس انت تقدري تقومي بنفسك. ابدأي والباقي هيجي خطوة خطوة. يمكن بداية التغيير تبقى صعبة، بس برضو الاستمرار في هلكك لنفسك أصعب. يا رب فيديو النهاردة يكون فاتكم حتى لو بحاجة بسيطة. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان يجيلك إشعار بكل فيديوهاتي الجديدة. أشوفكم في فيديوهات جاية كتير أقوى وأعمق وأقرب لقلوبنا، وسلام.